هلو كيفكم؟ شو الاخبار؟ الحمد لله رب العالمين. وصلنا على البيت قايم قاعد. بس حرفيا تحممت على السريع. بدي ظبط حالي البس وعندي افتتاح سوفت اوبننج لمحل رفيقي. فرايح هيك على السريع شي ساعة وشوي وارجع على البيت. وبإذن الله مستحيل أنام بدون ما أنظف البيت وأغسل الغسيل وأغسل البلكون وأعمل كل هالقصص، لأنه بكرة إذا بفيق وبلاقي الكوارث بالبيت، يعني قسما بالله العظيم يصير معي توتر وتجيني الحالة. يعني ما يستوي إن شاء الله. وبكرة لا تنسوا صيام إذا الله رد. صيام؟ اشرح الحركة. صيام. والله يا حبيب قلبي محمد، هذه اللبسة من سنتر بوينت، من سنتين اشتريتها حرفيا ب 35 درهم. بس ما بعرف إذا لسه موجودة. بس حرفيا ملمسها مثل المنشفة اللي بتنشف فيها بالحمام. يعني كثير بحبها، كثير بحبها على العالم. يعني كثير بيتمسخروا علي وقت بلبسها، بس انه انا كثير برتاح فيها وشكرا. الله يسعدك. اوكي يا اصدقائي، جهزت على السريع وهيك. ما بعرف صراحة اذا في دريس كود، بس قالوا انه مثل ما بدكم، قالوا البسوا مثل ما بدكم، فانا هيك ارتحت. بس شعري صراحة يعني ما كثير تفننت فيه لانه ما عندي وقت وبس. يا جماعة حابب جدا هاي الياقة القبة، حابب كتير انه ما في عليها زرار، وحابب كتير انه ما أنا مفتوحة كتير اصلا. Why are you judging me? Like literally, he just gave me a bombastic side eye and he was like, this person is talking to someone on the phone and I can't see who that person is. God, this world is full of weird people. برأيكم أنا بالليل فتحت لي إشارة باي. أوكي يا جماعة، وصلنا هلا. شوف وصلنا على افتتاح الفرع الجديد من ميت موت بالجي بي ار. هديان عم هلا والله. جاهز؟ هلا والله. شو بده يصير؟ هلا مبدئيا انت بتقدر تشوف، انتوا بتقدروا تشوفوا. لا انا وساره ما خلينا نشوف. انت ما شاء الله يعني عندك رؤيه اوضح. اللي هو يصور لي بعد فيو كامل. صور وبعت لنا. شايف غشارات زياده. شغله جديده على فكره. والله شغله جديده. شو عم يصير هلا؟ سارة انا ايد مين بدي امسك؟ لا تمسك حدا. ارطغرل. اوكي ارطغرل. انا رجعت من تركيا اجيت لعندي.
الكل نزل له صحون الا انا. ليش انت مو ما بدك تاكل؟ لك ايش بك؟ مو هلا قلتوا رح يحط الفلاش اللي عم شيل يحطينكم. الفلاش عميتنا. ايه معلش. المهم كله تصور ايه يعني ما اكل أنا. لا ما تاكل. لك انا بدي صحن يا جماعه. شو طيب زيك يلا هي شوكتك صارت يلا شوكتك صارت. انا ندمت انه شاركت معكم هاي المعلومه انه قبل التصوير يعني بنحط كونسيلر. خلص هلا بس ما ارجع على البيت بحط لكم صوره الكونسيلر. هن دمج بين اثنين. اوكي دمج بين اثنين عشان تحصلوا على النتيجه اللي حصلت عليه. مساء الخير يا حياتي. لحظه اشعل لك الضوء لحتى تشوف هيك من خاري على المزبوط منيح هيك. انا بقترح انه انت تروح تعمل يعني عمليه لانفاك لانه كثير طويل وعم تتحجب بشيء ما بيخصك. قبولاتي. اذا الانسان كثير متصارح مع حاله ما في داعي تحاول يعني تنغص عليه. طاقتي الاجتماعيه مو بس خلصت انتهت، يعني استنزفت واستهلكت وخرجت الامور عن السيطره. باركينج السيارات مسكون. يا جماعه مقلوعه هي القطعه تبع الاسانسير فطالع. ها هي اسمها مرايه، هي اسمها مرايه، ما بدنا هي القطعه مشان شو؟ بينقرض كل شيء وما بينقرضوا هدول البشريات يستينور مع الاسف الاسيف، مع الاسف الاسيف جدا. فكرت انا لابس كنزتي على المقلوب. anyway فكروا حالهم المشكله مهضومين، ما بيعرفوا انه عن جد يعني في ناس الحمد لله رب الحمام ما بيعرفوا انه في ناس متصارحه مع حالها. تمام. وهلا لسه انفي مبين اكبر لانه الاضاءه جاي من فوق. شايفين عم يفرش فرش. كثير مبسوط انا، كثير مبسوط انا بانفي. وانت اذا على بالك برجع بقول لك تعمل انفاك او تحسن اخلاقك في ابر لتحسين الاخلاق. بتعرفون هدول شو هنين؟ من تدخل في مالنا يعني نقى مالنا يمضي. على كل حال يا اصدقائي اليوم ما في تنظيف بيت. شو اسمه هذا البيت ما انه كثير مقلعت يعني وسخ مشان ما تفكروا يعني انه بيتي كثير وسخ، بس مكركب كثير وصلان طلبيات شلفتهم على الكنبايات. في كوي كالعاده، ما بعرف اذا مبين عليكم من هون في اشياء محطوطه على الكرسي بدها ضبضبه وكوي. المهم فبكره ما فيني اقول بالحمام بنظف البيت. بس بكره المشكله عندي 3 اجتماعات على 11 فيس تو فيس، بعدين عندي على الوحده لا على 2 وعلى 4 زوم. المشكله انه انا هلا هذا الاسبوع 2 3 4 5 جمعه كل شيء اجتماعات اجلتها لبعد العيد، وبما انه كمان كان في عاصفه كثير في اجتماعات فيس تو فيس التغت، فبدنا هالاسبوع نتلافاهم. طبعا تصوير راجعين له مع بدايه شهر 5 لانه هلا كمان اجوا تصويرات اللي ما فيها السيناريو بين قوسين، يعني ما بيكون فيها يعني شو اسمه سكريبت، ما فيها تمثيل، انما اكثر فاشن، اكثر عطورات، اكثر كذا. فعلى هذاك التطبيق اللي ما بيتسمى التفاعل هيك نازل للارض لانه ما عم ننزل شغلات الا يعني فاشن واعلانات عطورات بس ما باليد حيلة في عقود يعني يا اصدقاء. انا اسف جدا. وهنيك العالم تحسوهم يعني ما بيصدقوا ما يعملوا لايك بحفظ يعني مع احترامي بس انه يعني عرفت نايس. المهم يا اصدقائي على السريع بدي اشرب مي هلا. ماني ناوي فيه على السحور بس في بصلي الصبح، بس ماني ناوي فيه اتسحر. على السريع بنعمل شويه سكين كير روتين قبل النوم. طبعا اللي عم يخطر لي احكي بالانجليزي وقت بدي اعمل سكين كير روتين اليوم مشان انه ما بعرف يمكن تستفيدوا، يمكن تتعلموا مصطلحات جديده. هلا اكيد يعني فيكم تتابعوا اجنبي لحتى تتعلموا انجليزي، بس انه ما بعرف هيك خطر لي. على كل حال شلت الفكره من بالي وشو اسمه ما بدي اعملها. يا اصدقائي اليوم بدنا نستخدم براند اول مره بستخدمه صراحه، وصلني بباكيج بي ار اسمه ديرمالوجيكا بالحلبي. ديرمالوجيكا ايش تستخدم بلا صغيره على وجهك؟ ديرمالوجيكا وعلى شعرك دبر امله. المهم ديرمالوجيكا اتوقع هو براند يا اصدقائي ميد ان دوسلدورف. Das ist Deutsch, aber nicht. Nein, ich weiß es nicht. Da hier. Ich weiß es nicht. Made in the USA. Designed USA. بس ما بعرف ليش كاتبين انه المعمل تبعهم بدوسلدورف. المهم منتج امريكي يا اصدقائي. شو في بقلب الباكيج؟ وصلني صراحه هديه. هيك شوفي عنا
بري كلينز ما قبل التنظيف. تخيل الله على الفزلكة. special cleansing gel and daily microfoliant. على اساس انا فهمت. اوكي شلون نستخدمه؟ اوكي مكتوب بالفرنسي Trio peau nette et radieuse. Notre coffret signature pour une peau nette et radieuse est de retour. Il inclut de grands formats de produits du double nettoyage de Dermalogica et notre poudre exfoliante iconique pour lisser, illuminer et donner une apparence saine à la peau. فهمتوا؟ مو بالله فهمتوا كتير. عملوا لكم انه فيه 3 منتجات لحتى ينظفوا البشرة بعناية ويعطوها لمعة. يعني ما في ترطيب، يعني ما في مرطب. اوكي خلينا نشوف. معناها بدي احط مرطب من براند ثاني لانه هذا ما في مرطب. الخطوات هون مكتوبه. اول شيء حنستخدم البري كلينز. شلون نستخدمهم؟ using dry hands, massage over dry face to dissolve surface oil and dirt, concentrate on areas of congestion, stubborn derbies. اوكي معناها dry hands ودراي فيس. اوكي دراي هاند ودراي فيس. طيب لحظه خلينا نجيب هي المطاطه تبعت الشعر. لك خبروني ايش في ما في عندكم. خبروني شلون قضيتوا اوقاتكم. ما بعرف شلون بدكم تحكوا معي، ما بعرف. تعرفوا دايش شجاع مبدئيا انا حاسس حالي دايش شجاع. اوكي نجي اول شيء دراي هاند ودراي فيس. اتوقع هيك بكفي. بدي روح شوي وجهكم مشان اشوف على المراية. هلا هذا اتوقع هاي الخطوة اذا حاطين مكياج. اتوقع ليش وشي صار برتقاني؟ اتوقع كترت. ثواني شو كانت الخطوة اللي بعدها؟ قد ايه بدي اكمل شوي؟ warm water. بدنا نغسله بمي سخنة دافية. ذكروني ها مثل ما قلت لكم بدي اجيب صينيه واحطه بقلبها منشفات صغار. بدي احس حالي انه انا في عندي خدمه اوتيل بالبيت، اخدم حالي بحالي. اوكي طيب خلينا نشوف هلا شلون بدها تطلع النتيجه. اوكي خلصت البري كلينز. اوكي حاسس الوش انه ما بعرف انتو حكموا. هلا مبدئيا هذا بري كلينز يعني كاتبين انه بيشيل اذا في مكياج، بيشيل اذا في اوساخ اوساخ مع الوش. ذكروني اجيب الضوء تاني مره احطه بالحمام لانه الاضاءه كتير عم تظلم المنتجات هلا. بس حاسس الوش صراحه يعني صار ملس. الخطوه الثانيه اللي هي السبيشال كلينزينج جيل. كيف بنستخدمه؟ كاتبين انه هذا soap free foaming gel cleanses all skin conditions لجميع انواع البشرة. كيف بنستخدمه؟ gently lather a small amount of gel on moistened hands and apply to dampened face and neck. Rinse in warm water. Follow with recommended toner and moisturizer. ما في toner و moisturizer. هي قبل ولا هي قبل؟ After cleansing. اوكي هذا هو الشيء. لا كترت. مبدئيا بتحسوا عم تستخدموا منتجات مخبر لانه ما لهم ريحه وريحتهم اقرب للكحول. عرفتوا ريحتهم اقرب للسانيتايزر. خليني اغسل كمان بمي دافيه. اوكي هاي من بعد الغسول. اوكي البشره مبدئيا عم تلمع. حاسس عن جد انه البشره عم تضوي. هلا كمان يعني انه ما انه يعني السبب هن، بس انه حاسس يعني اشتغل مفعوله منيح. اوكي شو رايكم؟ هلا الخطوه الاخيره اللي هو هاد اللي على اساس مثل ما كاتبين انه بيلمع
يعني بيعطي جلو كتير حلو للبشرة اللي اسمه Daily Microfoliant. After cleansing بعد التنظيف dispense about a half teaspoon نص معلقة شاي of Daily Microfoliant into very wet hands and create a creamy paste. So الإيدين حتكون مرطبة، ححط نص معلقة شاي. بودرة. خلينا نجيب معلقة. طيب مبدئيا هلا بعد استخدام البري كلينز والكلينزر وشي نشف كتير. اوكي انا حاسس وشي انه ناشف بس مشدود تمام، وحاسس فيه هيك لمعة. جبت معلقة شاي، حنحط نص معلقة بودرة. Okay, this is interesting and weird at the same time. ريحة المعجون سنيك. اتوقع هيك صار نص. فالايدين لازم تكون كتير رطبة، وبدنا نعمل شي كريمي. اوكي حطيتها بايدي. apply motion avoiding the eye area. اوكي اوكي عن جد لازم تكون الايدين كتير رطبة، لانه كل ما لو عم يصير كريم اكتر. وتجنبوا منطقة العيون. وبعدين اوكي لمدة دقيقة نعمل مساج. صار دقيقة وهلا رح اغسل وشي وارجع لكم. اعتقد كلياتنا فينا نتفق باجماع انه هن المنتجات منيحة كليا. واو ليه كلها واو. انا ماني حاطط شي على وشي يا جماعة ابدا، يعني ماني حاطط لا كريم ولا تونر ولا اي شي، بس من الوش مشدود شدة مو طبيعية. صارت البشرة كتير ملسة. واو شكلكم انتو رح تكونوا يعني منتجات مفضلة جديدة. مبدئيا يا جماعة وشي حاسس حالي عامل بوتوكس، يعني الشدة المشدودة والنعومة اللي ناعمة مخيف. واو هلا حصور لكم العلبة، أول استخدام بستخدمها بحياتي. طلعوا الشدة واللمعة، حاسس حالي هذا. اوكي شعري ما رح استشوره اليوم، حاستخدم بس شوية منتجات فيرتو قبل ما انام، لأنه حاسس شعري عم يسبني من بعد التصريحات بتركيا وبالسعودية. وطبعا كالعادة تغيرت المي كتير وأخذت المنتجات معي طبعا وين ما رحت، بس الفكرة إنه الشعر بيتعب لما بتغيروا المي. هحط زيت هالمرة، هذا الزيت كتير بحبه من كيراستاز، بس برجع بقولكم مو مثل فيرتو. رح أندم على هذا القرار لأنه بكرة حينفش شعري، بس إنه لا أنا الشي اللي عملته حاليا بوشي مخيف. وشي كتير مشدود، عم يشد كل ماله أكتر وأكتر. بس طبعا هلا لازم أحط مرطب لأنه وشي كتير نشف يا جماعة، كتير نشف وشي. أتوقع يا جماعة هذا البراند متعامل مع الجن. بشرتي تبدلت ولا أنا غلطان؟ شكلي رح أطلب كل الكوليكشن. ليش الكوليكشن ما فيها مويسترايزر وتونر؟ ليش؟ ممكن أفهم؟ أوكي
You are very, very, very bad because you're gonna make me buy new products and I really should not do this. I shouldn't buy any skincare products anymore. I've got so many products. I need to finish them before. I mean, like, what is this? What is this, you guys? What is this? Embrace your skin. مبدئيا ادركت انه السكين كير روتين وهي فقرة العناية ما قبل النوم رح تاخد شي نص ساعة. فاذا بكرة ابتداء من بكرة اذا بدي نام بكير لازم على الساعة 11 بلش. عم حط سيروم الكوري اللي نزلت لكم اياه لانه بارد وصراحة ما بدي اوفر بشغلات هلا قوية. اوكي، والنقطة الأخيرة النايت كريم من إليزابيث أردن. اوكي، وشي صار يحرقني. ايوه وشي صار يحرقني يا جماعة، اتوقع لانه نشف لي وشي كتير البودرة نشفت لي وشي كتير فمعناها بتكون ترطبه كتير منيح بعدها، لانه هلا قريت بالمكونات فيها بودرة الرز واتوقع انا الرز مجربه مرة على وشي، والدليل هو هاد التاتشا، هذا اكسفولييتنج كلينزر بالرز وكمان كتير كان ينشف لي وشي، بس ما رح اكذب عليكم كتير منيح، يعني الشيء اللي فيه رز بالنسبة لبشرتي كتير منيح. راحت الحرقة وبس، يعطيكم الف عافية. بخيت العطر ما بننساها. قبل ناخذ كريم للايدين، حطيت كلينزر على ايدي كلينزر يا جماعة. غيرت رأيي، اخذت هذا التشيري بلوسوم مويسترايزر لكل الجسم، منه مرطب ومنه ريحته كتير حلوة، يعني مرطب ومعطر للجسم. وركزوا على هاي المنطقة، شو هذا مجروح هذا؟ واو، بالله عليكم انا اذا تابعتوني هون على سناب شات رح تفلسوا، لانه مبدئيا انا نص الشغلات الموجودة عندي الشغلات يا اما اشتريتها بسبب الفيديوهات اللي عم شوفها على الانترنت، يا اما شغلات وصلتني، بس انه فيكم تقولوا 50/50. anyways وهيك بنكون خلصنا يا اصدقائي، باقي عنا رشة العطر، وبنقول لكم تصبحوا على خير، ولا تنسوا اذا بكره بدكم تصوموا، ونشوفكم بكره بمغامرات جديدة جدا. تصبحوا على الف خير، باي. لا مرش لحظة، نبخ العطر معكم، سول دي جانيرو عم تسحط من ايدي. هلا بدنا لكم تصبحوا على الف خير، باي.